بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أهلا بيكم في قناة أم النور. هنحكي مع بعض النهاردة قصة جميلة جدا، مفهومها أو بتتكلم عن كل الأشياء تعمل معا للخير. القصة مضمونها إن ربنا دايما ده أكيد مش ممكن بيفتح لنا 1000 باب حتى لو الدنيا كلها قفلت البيبان. كل الأشياء تعمل معا للخير. هنشوف تفاصيل الفيديو، بس يا ريت اللي أول مرة يسمعنا يشترك في القناة ويدعمنا بلايك ويضغط على زر الجرس للكل ليصلك كل جديد مننا. القصة بتقول إن كان في واحد اسمه عم حنا ده من الصعيد، وجه القاهرة علشان يدور على شغل، وكان معاه جواب توصية من أبونا بتاع بلدهم. المهم عم حنا صلى وقال: يا رب أنا بكرة هروح الكنيسة وإنت هتدبرها بقى وكله للخير. راح عم حنا فعلا تاني يوم الكنيسة، وبعد الاجتماع لقى أبونا بيقول له: أنا عندي وظيفة حلوة خالص، هي وظيفة كاتب في الكنيسة، لو تحب تشتغل. عم حنا راح قال له: ده أنا وقعت من السما وإنت استلقتني يا أبونا، أنا عاوز الوظيفة دي. فأبونا قال له: أنت بتعرف تقرأ وتكتب؟ بص لابونا كده وقال له: لا يا ابونا. فقال له: خلاص يبقى ما ينفعش يا عم حنا. زعل قوي عم حنا وقال له: طب يا ابونا انا ما عنديش حل خالص وما معيش اي حاجة وما عنديش شغل، الله يخليك يا ابونا دبرها لي. جه ابونا بص لعم حنا وقال له: طب بص يا عم حنا، خد ال8 جنيه دول مرتب شهر، وربنا يعوضك ويرتبها من عنده. المهم عم حنا أخد ال8 جنيه. طبعا ال8 جنيه دولت كان زمان ليهم قيمة كبيرة جدا، مش زي دلوقتي خالص. أخد عم حنا ال8 جنيه وقال: كله للخير وربنا يدبرها. وراح اشترى بيهم طماطم وجابها وقعد قدام الكنيسة وبقى يبيع من الطماطم، وبقى كل يوم الناس تشتري من عم حنا. وتمر الأيام والأيام، وعم حنا بدل ما بيفرش بقفص طماطم بقى يجيب عربية ويلف بيها. وتمر الأيام برضو، وعم حنا بدل العربية يفتح محل، وبعد شوية بدل المحل بقوا 2. كبر عم حنا وبقى تاجر كبير وفتح شركة كبيرة خالص. وتمر الأيام والأيام، ويجي لعم حنا شاب خريج جامعة من الصعيد برضو علشان يشغله معاه، ومعاه جواب توصية من القسيس بتاعهم. مسك عم حنا الجواب يقلبه شمال يقلبه يمين، ما هوش فاهم حاجة خالص. راح الشاب قال له: يا عم حنا، هو انت مش بتعرف تقرا؟ قال له: لا يا ابني. قال له: لما انت مش بتعرف تقرا وعندك كل الأعمال دي، امال لو بتعرف تقرا كان زمانك ايه؟ قال له: كان زماني شغال في الكنيسة ب8 جنيه. ربنا عايز يقول: إن أغلق الرب بابا ثق أنه سيفتح أبواب أكبر وأفضل، ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. صلاتي إن حياتك وأيامك تبقى مليانة خير وبركة وثقة في مواعيد الله الغنية. قد ايه فعلا كل الاشياء تعمل معا للخير. قد ايه ربنا حنين وجميل، ما يسيبش ابدا ولاده، واللي بيرضى بقليله ربنا بيديله بزيادة اكتر واكتر. يا رب يكون عجبكم الفيديو. لو عجبكم ادعمونا بلايك وقولوا لنا رأيكم في التعليقات. نشوفكم في فيديو جديد من قناة أم النور. اذكرونا في صلاتكم. سلام.